سؤال شفته كذا مرة في الكومنتس، ويبدو ان في ناس كتير بتدور على حل للمسألة دي، او مش عارفين يعملوا ايه في ان هم يتعلموا برمجة ازاي، او الاكتر يتعلموا برمجة من انهي مصدر. ايه هي احسن مصادر تتعلم منها برمجة؟ بالمصادر هنا انا بتكلم على يا اما كورسز، يا اما كتب، يا اما مثلا دوكيومنتيشنز، يا اما الاي اي تولز، تستخدم تشات جي بي تي ولا ديب سيك ولا وات ايفر، اي تول من تولز بتاعت الاي اي دي استخدمها في التعلم. ايه احسن طريقه اتعلم منها برمجه؟ وده السؤال ده ملوش حل واحد، او مش ملوش اجابه واحده. يعني مش كل الناس هتعرف تتعلم برمجه بنفس الطريقه، ومش كل المراحل في حياتنا، او مش اول ما بنبتدي نتعلم زي ما بنكون بقالنا سنين شغالين. بتفرق من حد للتاني، وبتفرق في الموضوع اللي انت بتتعلمه، او البرمجة بتتعلم مثلا لغة برمجة، ولا بتتعلم أداة معينة، ولا بتتعلم تكنولوجيا جديدة، لأن الحاجات دي كتير قوي. أنا دلوقتي عايز أتعلم برمجة، أروح أذاكر كورس ولا أشتري كتاب ولا أعتمد على الدوكيومنتيشن؟ تفرق انت في أنهي مرحلة من التعلم. انت فين؟ هل انت مبتدئ بيجنر لسه ما تعرفش اي حاجة عن الحاجة اللي انت هتتعلمها دي، ولا عندك فكرة او فاهم لغة البرمجة او التكنولوجي اللي انت هتستخدمها شغالة ازاي، وعايز تزود معرفتك بيها، او انت حاسس ان انت ما عندكش المعرفة الكافية في الأداة دي او في لغة البرمجة دي؟ لان ده بيفرق هتتعلم منين. ودي طبعا تفضيلات شخصية، كل واحد بيبقى عنده تفضيل، هو بيحب يتعلم هل من الكورسز ولا من الكتب ولا من الدوكيومنتيشن وات ايفر. انا شخصيا ليا طريقة في ان انا اتعلم حاجة جديدة. اول حاجة بتبقى بتديك فكرة عن لغة البرمجة دي أو عن التكنولوجي دي، وبتسهل عليك إنك تبتدي فيه، هي الكورسز. ليه؟ لأن الكورس بيبقى فيه حد بيشغل معاك، لو كان كورس كويس طبعا شغال معاك من البداية، وبيعرفك إيه هي الأدوات اللي أنت محتاج تنزلها أو تعملها سيت اب على الكمبيوتر، إيه هي البدايات خالص من أول ما تعرفش عنها أي حاجة. بيبتدي يديك فكرة عن التكنولوجي دي أو عن لغة البرمجة دي أو عن الأداة ديت من الأول. فده زي ما تقول كده بيكسر الحاجز اللي ما بينك وما بين الحاجة اللي انت بتتعلمها. بس الكورسز فيها عيب ما يخلكش تفضل تتعلم منها بتعمق او في بقية حياتك. ايه هو العيب ده؟ العيب ان الكورس ده بيبقى تسجيل الفيديوز عامة، او تظبيط الكورسز بشكل عام بيبقى مكثف قوي حوالين الفكرة اللي عايز يوصلها لك الانستراكتور، والطريقة اللي بيقدم بيها، والحاجات اللي هتنجز معاه في سرعة التسجيل وسرعة تقديم المعلومة وهكذا. فبتبقى حاجات مش متعمقة، وفي نفس الوقت بتبقى مقصود منها انك انت توصل بسرعة لنقطة معينة وما تطولش. فبالتالي الكورسز مش هتخليك تاخد المعرفة العميقة او تقدر تتعمق في الحاجة دي. بيجي بعد كده دور الكتب، انا بحطها في الليفل اللي بعد كده على طول. ممكن لو انت قارئ كويس وتقدر تاخد اللي انت عايزه من الكتاب بالاول خالص، من حاجة موضوع جديد عليك تماما، اعمل كده. زمان ما كانش عندنا طريقة غير كده، كانت هي الكتب، لان الكورسز دي كانت حاجه رفاهيه ما هيش موجوده قوي، بس انا بخليها بعد الكورسز على طول. والكتب فيها ميزه ان اللي بيعمل الكتاب بيبقى عنده فرصه ان هو يخش في بعمق في الموضوع، ويكتب تفاصيل، ويحط معلومات اكتر مكثفه، ومجهود بقى كتير قوي بيتحط في الكتاب، بحيث ان انت بتبقى عندك وقت ان انت تفتح الكتاب وتقرا براحتك. والكتب الكويسه كتير، يعني متاح قوي لكل لغه برمجه وكل تكنولوجي، هتلاقي لها كتب كتير قوي اونلاين تقدر تذاكر منها. والمذاكره من الكتب بتخليك تعرف توصل لمعلومات اكتر، او تقدر تتعمق في الموضوع وتوصل فيه لمستوى متطور شويه عن اللي بتاخده من الكورسز. ويجي بعد كده بعد الكتب، وممكن في نفس الوقت انك تقرا من الدوكيومنتيشنز بتاعه التكنولوجي او لغه البرمجه نفسها، ودي بتلاقيها اونلاين مثلا في الفورums، او في الدوكيومنتيشنز بتاعه لغه البرمجه ديت عند
الويب سايتس بتاعه الشركات اللي عامله لغه البرمجه او الاوبن سورس بورتالز او الاوبن سورس ويب سايتس اللي بتديك اللغه دي او بتديك التكنولوجي دي. المهم يعني بتلاقي الدوكيومنتيشنز هناك. صعوبه فكره الدوكيومنتيشن انها بتبقى ايه؟ بتبقى صعبه شويه للمبتدئين ان هو يوصل لمعلومه عشان يتعلم. لكن لما انت بتكون خدت فكره او اتعلمت كويس لغه البرمجه دي او التكنولوجي دي، بتقدر بعد كده تخش في الدوكيومنتيشنز بقلب جامد وتعرف توصل لمعلومه معينه من الدوكيومنتيشنز دي. لكن هي ما بتبقاش مكتوبه بطريقه فريندلي انك انت تبتدي تتعلم منها. قليل قوي من الشركات اللي بتعمل دوكيومنتيشنز للتولز وللتكنولوجيز بتاعتها بطريقه بيجنر فريندلي، بس معظمهم بتكون اصعب على البيجنر ان هو يتعلم منها. لكن معموله كويس قوي لو انت عايز معلومه معينه عن اي حاجه تقدر توصل ليها من خلال الدوكيومنتيشنز. نيجي بقى للجوكر، وده ليه ميزه وعيب وما كانش موجود طبعا ايام ما احنا كنا لسه بنبتدي نتعلم، وهو الاي اي. التولز الموجوده دلوقتي بتقدر تديك فكره اكبر وانت بتبحث عن طريق الاي اي. يعني انا اقدر استخدم الشات جي بي تي عشان يجاوب على سؤال معين. امتى استخدم الاي اي في الجيرني بتاعتي، في الرحله بتاعتي وانا بتعلم؟ اقدر استخدمه من الاول خالص عادي جدا، بس خلينا حريصين جدا احنا بنستخدمه ازاي. الاي اي سلاح ذو حدين. لو بقى اداه انت بتعتمد عليها بشكل كامل علشان تعمل الحاجه، ده هيضرك اكتر ما ينفعك. ولكن في ميزه كبيره قوي ان هو اي توبيك تقدر تسال شات جي بي تي او اي جينيريتيف اي اي تول يديك إجابة. ودي حاجة طبعا هتخليك في أي وقت وانت بتتعلم معلومة ما كانتش واضحة في الكورس، تقوم فاتح شات جي بي تي أو فاتح أي اي جيميناي أو whatever وتسأله قول على التوبيك ده أو عن الحاجة دي، يديك تفاصيل أكتر ممكن ما تكونش متغطية في الكورس. معلومة في كتاب مش قادر تفهمها، تقدر تاخد سكرين شوت أو تكوبي من الكتاب وتسأل الشات جي بي تي. والدوكيومنتيشنز طبعا كده معظم الدوكيومنتيشنز عشان هي بابليك اونلاين بتبقى في الداتابيز بتاعه الجينيريتيف اي اي تولز، بس تقدر برضو تاخد من الدوكيومنتيشن وتسال اي 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 تول على الحاجه اللي فايتك. يبقى احنا رتبناهم كده بالترتيب من اول. لو انت بيجنر ومش عارف اي حاجه، ابتدي بكورس، هات كورس يكون سهل يكون كويس يحطك على اول الطريق. بعد كده تقدر تشوف كتب، تقرا اي كتاب برضو يكون كتاب كويس عليه ريفيوز كويسه او الناس قريته، برضو ده يديك فكره اعمق شويه عن الحاجه اللي انت بتتعلمها. بعد الكتب يجي بقى الدوكيومنتيشنز والاونلاين ريسورسز اللي بتكون معموله عن طريق الشركات نفسها اللي عامله التكنولوجي دي او اللي عامله لغه البرمجه دي. وهنا انت بتكون في الوقت ده في الاغلب بدات تستخدم فعلا لغه البرمجه دي وبدات تستخدمها في شغلك، فالدوكيومنتيشنز والاي اي هيساعدك في الوقت ده. ده غير ان احنا قلنا برضو الاي اي نقدر نحطه من اول الرحله بتاعتنا خالص ونستخدمه طول ما احنا ماشيين في اي حاجه بنقف فيها. نسال تشات جي بي تي، نسال اي اي تول، نقول له الحته دي مش مفهومه او عايز تفاصيل عنها اكتر يجيبها لي. بس يا سيدي دي طريقتي انا في ان انا بتعلم حاجه جديده، وانصح بيها اي حد لانها هتوفر عليك وقت بدل ما انت بتبقى مشتت ومش عارف تبتدي منين وتعمل ايه. جرب الطريقه دي، ولو عندك اي كومنت او عندك اي سؤال تاني تقدر تكتبه في الكومنتس. شكرا طبعا ان انت كملت الفيديو الاخر، واتمنى انك تشترك في القناه وتشوف بقيه الفيديوهات. سلام عليكم.